بيبدأ الفيلم في لندن وبنخش جوه المقر السري البريطاني وبنشوف موظف عمال يلعب لعبة صابواي الغلابة، ومرة واحدة بيلاقي ان في حد هكر كل الأجهزة ويعرف كل العملاء السريين اللي معاهم، وبيروحوا يعرفوا رئيسة الوزراء وبتقول لهم يعني ايه، ومساحب بيقول لها يعني كل العملاء السريين اللي معانا تعرف هويتهم، وبياخدها المقر وبتقول له طب اتصرف، وبيقول لها نتصرف ازاي كل العملاء اللي معانا تعرف، وبتقول له خلاص هات عميل سر قديم، وبنروح الجنب التاني بنلاقي المعلم جوني في مهمة عسكرية، وفي الاخر بنكتشف انه بقى مدرس وبيعلم طلابه ازاي يبقوا شبهه، والمدير بيطلع الفصل يسأل عليه بس ما بيكونش موجود، واول لما بيطلع بيظهر وبيقول لهم ده بقى التمويه يا طلابي، وبيبدا يعلم الاطفال التزويغ والحركات البديهيه والشغل، وبيجي اخر يوم مدرسه والطلاب بيروحوا، وجوني بيلمح قدامه دعوه للمخابرات بتفكره بالماضي الجميل، وبيتحرك وبيروح لمبنى المخابرات، وبيقعد مساعد الوزيره بيقول ازاي دول بس اللي معانا، والموظفه بتقول له والله العملاء التانيين لا اما بعضهم ماتوا لا اما البعض التاني اتكسحوا، وبتروح تديهم ورق عشان يمضوا عليه، وفي عامل بيطلع قلم كده وبيقول القلم ده مش عادي، والعامل التاني بيقول مش ده القلم اللي لو قعدت 20 ثانيه فاتح لبسته هيطلع غاز سام ويقتلك، وجوني بيقول جامد، وبيفتحه وبيمضي اسمه وبيقفله في اخر لحظه، وبيدي لجوني عشان يمضي، والموظفه بتخش تقدم لهم الشاي، وجوني بيحاول يفتح القلم مش راضي يفتحه مش راضي يفتح لحد ما اللبسه بتقع في كوبايه الشاي باللبن، وبيقوم قايم مره واحده قايل لهم اظن ان الكوبايه دي عايزه شويه شاي، وبيطلع بره وبيحاول يطلعها والشاي بيلسعه، وبيقوم مدخل اللبسه جوه عندهم الاوضه، مساعد الوزير بيجي وبيقول له ازيك التانيين جوه، وبيفتح الباب بيلاقيهم نايمين نومه الاخره، والمساعد بيقول له ممكن اعرف انت مين، وبيقول له انا جوني انجلش، وبيبدا جوني يعرفه على المعدات اللي عاوزها، وبيطلب كمان صديق معاه في المهمه، وبيروح لباف اللي كان معاه في الجزء الاول تقدر تشوفه على قناتي، وبيطلعوا بيروحوا للراجل ده وبيقول لهم ده تليفون كاميرته دباحه، وجوني بيقول له تليفوني يا ابني انا عايز مسدس صاروخ الحاجات دي، هو بيودوه لمخزن العربيات عشان يختار عربيه، بس بيسيب كم العربيات دي وبيروح للمغطيه وبيقول هاخد دي، والمساعد بيقول له دي بتعوز بنزين كتير، وجوني بيصر انه ياخدها وبيطير بيها، وبيبدا جوني يعرف باف على المعدات، وبيقول له الحبوب الخضراء دي بتديك طاقه والحمراء بتديك وباف بيقول حلويات ولسه هياكلها، جوني بيقول له انا لو مكانك ما كنتش كلتها علشان مش عاوز راسي تتشال من مكانها، وبيطيروا على المهمه وبيروحوا الفندق، وباف بيعرف كل الضيوف اللي دخلوا على شبكه الواي فاي، وبيقول له ده لينش جندي سابق وعامل في المخابرات العسكريه دلوقتي وبايع نفسه للي هيدفع اكتر، وهو قدامنا اهو ووراه خروجه النهارده في المطعم الساعه 8 بالليل، وبيجي الليل وجوني وباف بيتنكروا في لبس شفاف، وجوني بيقول له لباف خطه بسيطه انت هتخش تخيله وانا هاخد التليفون، وبيبداوا الخطه ولسه ياخد التليفون واحد بيلمحه وبيسيبه، وبيحاول ينظف الترابيزه وبياخد التليفون معاه، ومره واحده التليفون بيرن وبيقول له واحد بيرن عليه، وواحد من اللي قاعدين بينادي على جوني علشان يظبط لهم الجمبريايه، وبيمسك المقص وبيحاول يشيل رجوله بيقوموا داخلين في عينه، والشيف بيقول له سويه، وبيلمح واحد وهو عمال يشوي الجمبري وبيحاول يعمل شبهه، وبيقعد يتمرقع لحد ما الجمبري بيقع على الارض، وبينزل يلمه في الطبق وبيقول له بالهنا والمرض، وفي وسط ده بيكون باف عرف ياخد التليفون، وجوني هو ماشي بيوقع النبيذ وبيمسك في النار بيخلي المكان كله يولع، وبيفروا في صور وبيلاقوا صوره متصوره في نفس الوقت لاقتحام المقر السري بتاعهم، وجوني بيعرف اسم السفينه وبيلاقي المكان كله ولع، وبيقدروا يروحوا لمكان السفينه، وباف بيقول هنروح هناك بالسباحه ولا، وجوني بيقول له يا عم بالنفاخه، ولسه باف هيقولوا لا بيلاقي نفسهم محشورين في العربيه، وفي الاخر بياخدوها عوم لحد السفينه، وبيقدروا يطلعوها بالكوتش المغناطيسي، والشيفات مستغربين هو الحديد كله بيروح يلزق في الحيطه ليه، وفي الاخر بيقدروا يوصلوا لمتن السفينه والكاميرا بتقفشهم، وواحده بتقول لهم عندي لكم مكان احسن من ده، وبتحطهم في سجن السفينه، وباف بيقول هنطلع ازاي، وجوني بيقول له وسع كده يا، وبيحطوا عود قطن في الباب بيفتحوا من غير صوت بيخلي السفينه كلها تسمع، وبينزلوا المقر بتاعهم، وجوني بيقولوا ناول لي العرق صوص، وبيقولوا ده 3 مصاصات هيخلينا مسيطرين على كل الارسال اللي هيجي لهم، وبيلزقوا في الجهاز والرجاله بينزلوا وبيرمي عليهم بيلي بيزحلقهم، وبيطلعوا باب بينط من على السفينه، وجوني لسه هينط بيلاقي السيده قدامه، وبيقول لها انت لو عايزه تموتيني فانت موتيني خلاص، وبتستغرب من اللي قاله وبيقول لها سلام، وبينط وبتبص عليه بتلاقيه نط الناحيه الثانيه من السفينه، وبيقول لها معلش بس وبينط تاني، وتاني يوم بيبقوا قاعدين فاضيين، وباب يفتح في موضوع وبيقول على فكره انا اتجوزت وانت ما جيتش فرحي، وجوني بيقول له اتجوزت مين، وبيقول له ليديا بنتي كانت جميله، وانت يا سيدي ما بتفكرش في الجواز، وجوني بيقول له لا الحياه ماهيش جواز يا حبيبي، وباب بيقول بس ليديا شغاله في القوات البحريه وغواصه نوويه وبتاكل تقليه معلش يا جماعه، وجوني ما بيهتمش، وباب بيقول له ما تيجي نحط بنزين في العربيه، وبيقول له اسكت يلا ما انتش فاهم حاجه، وبيركز على السفينه بيلاقيهم خرجوا والست بتركب العربيه وبيطيروا وراها، وبتبقى عامله ده فخ ليهم، وبتقعد تعمل خمسات بالسواقه الالكترونيه، اما جوني فهو سواق عالمي، ومره واحده العربيه بتقف وبتخلص بنزين، وجوني بيقول للباب مش قلت لك يا بغل انك تحط بنزين في العربيه، والست بترجع لهم وبتقول السواقه جامده يا سيد، وجوني بيقول لها جاستن السيد جاستن، وانتي وبتقول له السيده بلطوفه، طب واللي جنبك، وباف بيقول لها انا اسمي كولين، وجوني بيقول له ايه ده انت ما اسمكش باف، وبيقول له اسمه مزيف وجوني بيقول ايوه ده كولين وانا السيد وباف بيقول له جاستن، وبيقول لها داستبن جاستن، وبتتفق معاه على موعد عشان يقابلوا بعض، وبتطير، وجوني بيقول لباف خطه نفاذ البنزين دي من دماغها على فكره،
وبنرجع للندن ورئيسة الوزراء بتعرف انهم سيطروا على اشارات المرور ووقفوها كلها، وبتتصل بواحد خبير في الهاكر والكلام ده اسمه جاسون، وبيقدر انه يفك السيطرة في ثانية والاشارات بترجع لطبيعتها، والرئيسة بتقول له ولا انت هتشتغل معانا خلاص. وفي الناحية التانية بنروح الفندق اللي فيه بلطوفا، وجوني بيروح لها وبتقول له ازيك يا جاستن، وجوني بيقول من جاستن ازيك، وبيقعد وبيحاول يعمل نفسه كاريزما بس الزيتونة ما بتجيش، والموظفة يا عيني تقع على الارض، والوينر بينزل لهم حبوب كده، وبلطوفه بتقول له خلي بالك حاميه، بس جوني ما بيهتمش وبيبلع واحده وبيهلب كلب جيرمان. وفي الاخر بلطوفه بتستأذن انها تروح عشان بتنام بدري وبتمشي، وباب بيقول معلم انا طلعت الاوضه بتاعتها لقيتها معاها 3 جوازات سفر وسلاح، وده معناه انها جاسوسه، بس جوني بيقول له اسكت يالا انت عبيط بلا جاسوس. وبتبقى واقفه فوق عماله تكلم واحد وبيقول لها مفيش اي بيانات عنه وشكله عميل محترف، والسيده بتأمرك انك تخلصي عليه، وهي بتوافق. وبيجي الليل وجوني ما بيكونش عارف ينام وبيضطر انه ياخد الحبايه الخضراء، وبتكون بلطوفه في طريقه لقتل جوني، بس بيفتح الباب مره واحده وبينامها مكانها، وبيقعد يرقص زي اللهبل بس بطريقه محترفه، وبلطوفه بتصحى تاني وبتحاول تصوب عليه بس جوني بيقبلها، وبتضطر تطلع ترقص معاه عشان تموته، بس جوني بيعمل معاه الواجب. وتاني يوم الحبايه بتكون لسه عامله شغل عالي، وباب بيوقف الاغاني وبيعرفوا ان جاسون هو الهاكر وهو صاحب السفينه، وحاليا الرئيسه بتتفاوض معاه عشان يشتغل معاها، وجوني بيقول له طب يلا بيه، وبيطيروا بيدي على الاخر لدرجه ان الشرطي بيقع على الارض من الهواء، وفي الاخر بيوصلوا ولسه يعرف المساعد الحبايه مفعوله بيقف وبينام، وباب بيعرفوا ان جاسون هو الهاكر بتاع السفينه، بس المساعد ما بيصدقهوش وبيقول لهم ما ينفعش يعرفوا حد دلوقتي علشان هو حاليا شغال مع رئيسه الوزراء، وما ينفعش توجهوا له اتهام من غير دليل. وبعد شويه جوني بيصحى وخبير التقنيه بيقول له دي نضاره الواقع الافتراضي، ودي جواها منافذ قصر جاسون، واول لما تحطها على دماغك هتحس وتشوف انك جوه قصر جاسون الحقيقي، والارضيه دي بتمشي في المكان اللي هتروحه، تعملها فتح تمشي زي ما انت عاوز من غير ما تسيب الاوضه، ولو عملتها قفل احتمال تعمل مصايف في واقعنا ده. بس جوني بيتريق والخبير بيطلع يجيب معدات، وبوب بيطلع معاه، وبيقرر جوني انه يجربها وبيفتح المشايه بس بيدوس على المكان الغلط، وبيخش جوه العالم وبيقعد يمشي ورا البيت لحد ما بيطلع الشارع، وبيقعد يكسر في الناس وبيبقى فاكرهم بودي جاردات في القصر، وبيخرب الدنيا حرفيا ما بهزرش، وبيرجع تاني للمختبر وبيخلع النضاره، وباف بيقول له في حاجه يا معلمي، وبيقول له يا عم دي لعبه اطفال، وبيطلع وباف بيبص بره بيلاقي كل الناس مفشوخين من حاجه ما يعرفوش مصدرها، وبنروح الجنب التاني بنلاقي الوزيره بتكلم جاسون اللي ظاهر لها في صوره مجسمه، وبتقول له انا اتصلت بيك عشان اشوفك فكرت في الشغل ولا لا، وجاسون بيقول لها والله يا وزيره انا ما بشتغلش عند حد، بس برضو الاجهزه اللي عندكم قديمه، والحل الوحيد لحمايتكم ان ناخد كل بياناتكم على حسابي، والوزيره بتوافق وبتقول له تمام هنعلن الكلام ده في الاجتماع بتاع مجموعه 12. وبيكون جوني وباب بيحاولوا يقتحموا بيت جاسون، وجوني بيتقدم وبيخش البيت، وبيقوم مدي للخدام واحده بدار المقشه بيجيب له ارتجاج، وبيلمح جاسون وبيقعد يمشي وراه لحد ما بيقابل في وشه بلطوفه، وبتقول له ايه ده مستر جاستن مش ناوي بقى تنهي التمثيليه دي وتعرفني اسمك الحقيقي؟ ولسه هيقول لها بيسمعوا صوت الخدم وبيستخبوا، وبتعرف انه عامل سر بريطانيا، وبتساله هو عارف انها جاسوسه امتى، وجوني بيقول لها والله يعني من اول لما لمحتك، وبتثبته وبتطلع السلاح وبتقول له انا قعدت 2 سنين بعمل اي مهمه في ثانيه لحد ما انت ظهرت والمهمه دي مش عارف اخلصها بسببك، وجوني بيقول لها اظن كده عرفت قيمتي، وبيسمعوا صوت الجردات وبتقرر تاجل الخناق، وبيمسكوا الراجل بيعملوا معاه الجلاشه، وبيروحوا عند جاسون وبيكون بيكلم اليكسا عن المكان اللي هيستهدفه المره دي، وبيختار عجله لندن، بس اليكسا بتحذره انه كده عليه موت الاف الزائرين، وجوني بيستغل الفرصه وبياخد تليفون بلطوفه عشان يصوره ويبقى معاه دليل، بس من غصب عنه بيقوم يشغل اغنيه شيماء، وجاسون بياخد باله، وبتقوم بلطوفه عكشاه قايله هو ده اللي اقتحم القصر، واليكسا بتتعرف عليه وبتقول ده جوني انجلش مدرس جغرافيا، وبلطوفه بتقول شكله كده كمان مع المخابرات البريطانيه، وبيقعد جاسون يتريق عليه، وجوني بيقول له اوعى تفتكر ان انا لوحدي، لا ده في جيش بره مستني اشاره مني، وجاسون بيشغل الكاميرات بيلاقي بابا عمال يشتم في الكلاب ويجري منهم، ومره واحده جوني بيستغل فرصه ان الباب فتح وبيقوم واخد التليفون من بلطوفه وضارب الجارد وطالع بره، وجاسون بيجري وراه بيركب العربيه، وجوني بيقدر يطلع بره القصر قبل ما البوابه تتقفل، وبيقابل عربيه في وشه وبينزل الراكب وبيركب هو وبيقول لها يلا طير، بس بيتفاجئ ان ده عربيه تدريب وهي بتتدرب، وجوني بيستغل فرصه ان الفرامل والدبرياج ناحيته وبيطير، وبيقول لها اسمعي اللي اقول لك عليه، وبيكون جاسون بيطرده وبيقعد يقول لها سوق حلو، وبتقول له مش شايفه، وبيشيل لها النضاره وبتقول له كتر خيرك كده مش شايفه خالص، وجاسون بيقطع الطريق فبيقوم جوني ضارب الفرامل بيخلي العربيه تلف 360 درجه، والتليفون بيقع وبيقول لها طيري، وفي الاخر بيهرب من الونش وجاسون بيتزنق، وبيوصل لمبنى المخابرات وبياخد التليفون بتاع الست بالغلط، وبيروح للوزيره وبيقول لها السيد جاسون هو اللي ورا الموضوع ده كله، ومعايا الادله في التليفون ده وكله من تصويري، وباب بيشغل الفيديو بيبقى ده.
وجوني بيوقف الفيديو والوزيره بتقول له انت عبيط يا ابني، البلد قربت تنتهي والشخص الوحيد اللي قادر انه ينقذنا انت بتتهمه. وجوني بيقول لها والله انا كنت معاه لما كان بيكلم والوزيره بتقطع كلامه وبتقول له ولا مش انت اللي فجرت مطعم ألسون اللي في جنوب فرنسا؟ مش انت اللي كنت لابس نظاره الذكاء الاصطناعي وخليت الست اللي كانت عندها شلل عادي يبقى شلل رباعي؟ جوني بيقول لها والله ما فاكر. مش انت اللي وقعت السائح من على الميكروباص وجبت له شلل بس؟ ولا انا من ساعه ما مسكت الرئاسه ما عملتش اي حاجه خالص لبلدي، وجي الوقت اللي اكون فيها قد المسؤوليه وتيجي انت تبوظ كل حاجه. بص يالا انت مطرود، اطلع بره وما عنتش عايز اشوفك تاني. وجوني بيزعل وبيطلع ولسه هيروح باف بينادي عليه وبيقول له استنى يا معلمي، الوزيره هتتعاقد بكره مع جاسون في اجتماع مجموعه 12 في اسكتلندا. وجوني بيقول له خلاص الموضوع انتهى، مفيش حاجه في ايدينا نقدر نعملها. بس باف بيقول له لسه حاجه، فاكر مراتي؟ وبنروح اسكتلندا وجوني بيقابل ليديا مرات باف وبتوصلهم عند قمه الغواصه وبتقول لهم دي قمه مجموعه 12. وجوني بيقول لها سبوت اون كوبتانا وبتقول له باف كل يوم بيحكي لي عنك حاجات حلوه. وجوني بيقول مين باف ده؟ وبيتحركوا على مكان الاجتماع وبيقدروا انهم يطلعوا. وجوني بيقول مهمتنا بسيطه جدا، محتاجين بس نطلع لاوضه نوم جاسون اللي فوق دي. وباب بيقول له بس هنطلع ازاي؟ وجوني بيقول له كل المعدات هنا، وبيلبس البدله دي وبيقول له دي بقى بتديك قوه اضعاف اللي عندك، يلا شغلها. وفعلا باب بيشغلها وبتشتغل. وجوني بيقلب مره واحده للوجا وبيقدر انه يطلع البورد. وباب بيقول معلم يعني. وبتكون بلطفه بتجهز عصير لجاسون وبتحط فيه سم وبتقدمه له وبيشرب بقه وبيقول لها انا عارف انك شغاله مع المخابرات الروسيه وده السبب اللي خلاني اخد حبوب ضد السم اللي انت بتحطه لي من الخاتم بتاعك. وبلطفه بتطلع السلاح عليه وبيقول لها صحيح انا شلت الرصاص من عندك. وبيطلع مسدس شفاف وبيقول لها المسدس ده طلقه منه تخليكي تتسال الثلاث اسئله. وبيكون جوني حضر وبيقول لهم كله ينزل سلاحه يا كلاب. والبدله بتمسك في الحديده وما بيكونش واخد باله. وباف بيقول له ايه طلعت يا معلم؟ وبيقول له اه يا باف تقدر تطفي. وبيقول طب تمام. وبيقوم طفيه وبيلاقي نفسه بيدق الشماس ونزل في المرتجع. وبلطفه بتضرب جاسون وبتطلع وبيبقى الحرس وكل الناس جم. وجوني بيفكر يطلع ازاي وباف بيجيله فكره وبيلبسوا لبس العازفين. وجوني بيخش المقر والحرس بيطلع وراه وبيخش عند الدروع والحرس بيدور عليه وبيكون لابس الدرع ده. وبيكونوا قاعدين تحت بيتكلموا على الاتفاقيه. وباب بيروح يشيل جوني وجوني بيقول له لازم نروح لاوضه الاتفاقيه قبل ما جاسون يضحك على كل رؤساء الدول. وبتكون الوزيره وقعت على الاتفاقيه. وبلطفه بتيجي وبيكون جوني بيحاول يفتح حزام البدله بس بيكون معصلك وبيعمله بالزيت بس ما بيفتحش برضه. وفي وسط ما جاسون بيتكلم عن الهاكر والبيانات بيجي جوني وبيقول له مش بالسهوله دي يا جاسون، ما تخافوش يا جماعه انتوا في ايد امينه. ومره واحده امينه بتتزحلق من الزيت وبتنزل من الباب الثاني. وجاسون بيكمل كلامه ومره واحده بيقل ادب وبيحترف ان هو الهاكر وبيقول لكل رؤساء الدول اللي مش هيوقع فيكم وهقطع عنه الانترنت وعايشكم في عصر القدماء. وبلطفه بتنزل لجوني وبتقومه وبيقول لها لاقيش معاكي تليفون اتصل بالدعم وبتديله تليفونها. وجاسون بيقول مش مصدقيني وبضغطه واحده بيقطع الانترنت والكهرباء عن بريطانيا واوروبا وكلهم بينصدموا من اللي حصل. وبيكون جوني مستني الاتصال والموظف بيقول للخدمه اضغط 1، للسريين اضغط 2، للرقابه الامنيه اضغط 3. وجوني بيدي رقم 3 وكل رؤساء الدول بيمضوا. وجاسون بيقول للموظفه يلا جهاز الطياره. وفي الناحيه الثانيه الموظف بيقول لجوني للعربيه دوس 5، للانجليزيه دوس 6، للبريطانيه دوس 7، وبيدي رقم 7. وبيكون ده نفس رمز الاطلاق بتاع غواصه مرات باف. ومساعده الوزير بتكلم جوني وليديا في نفس الوقت وبتسيبهم وتمشي. وجوني بيقول لليديا ايوه طلعي الصاروخ. وفعلا بتطلع الصاروخ بس بيلف وبيكون رايح لملف الارسال اللي كان حاطه جوني وبيفجر السفينه باللي فيها. وجاسون بيكون مش مصدق نفسه وملفات الاختراق بتقف. وباب بيروح لجوني وبيقول له دي فكره العيال اسوس صح انت نجحت يا معلم. وجوني بيقول له اه نفسي تتعلم حاجه يا ابن الكلب. وجاسون بياخد السلاح وبيطلع على الطياره ولسه يركب بيلاقي جوني جاي وراه وبيقول له ستوب واتش. وبيبدا جاسون يضرب عليه النار بس الدرع ما بيتاثرش والطلقات بتخلص. وبيقول له اوعى تكون فاكر انك انتصار، كمان ثواني هنقول للنت وداع والعالم هينهار وهبقى اخر راجل حي عليه. ولسه هيمشي بلطفه وبتبقى خدت معلومات الطياره وبتديه لجوني بس ما بيفهمش حاجه وبيرميه في قفاه بيجيب له ارتجاج. واليكسا بتقول نبدا الانهيار يا جاسون. وجوني بيروح لها وبيقول لها اه بس خدي دي الاول وبيكسرها. وبيبقى كل الصحفيين بيصوروا والوزيره بتقول الشخص اللي انقذنا ده انا اللي مخترعه عشان يتكلف بالمهمه دي وكنت بحترمه احترام لا له بدايه او نهايه. وجوني بيكون واقف بياكد على كلامها بس ما بيهتمش وبيقول الحزام يفتح بقى وبيضربه وفعلا بيفتح. وبتقوم التوته بتاعته ظاهره وكله بيصورها وبياخدوا صوره تذكاريه. واليوم التاني جوني بيروح لمدرسته وبيكون كلهم بيرحبوا بيه. وبيطلع الفصل بيلاقي تربيته طالعين من اماكن غريبه وبيطلع المعدات وبيبدا يعرفهم عليها. وواحده بتخبط زميلها بالمخدر وجوني بيقول لا هاتوا الحاجات دي يلا اما نعينها. وبيستغرب ان في حاجه ناقصه وبيقول اللي بتفجر البلعوم فين. وبيبص جنبه بيلاقي المدير بيقول توكلنا على الله. وبس كده مش هقول لك اعمل لايك لانك كده عامل. المهم اشتراكك وتعليقك المحفز ونقول ايه بقى سلام.